السلام عليكم. معكم كرم من قناة جيمرية. فيديو اليوم عن لعبة الأعلام. لعبة الأعلام يقدر المتابع عندك بالبث عن طريق إرسال إيموجي بعلم بلده يدخل بهذه المسابقة، وبعدها يكون التصويت إما لايكات أو متابعات أو شيرات أو هدايا. طيب، اللي نحتاجه نروح على موقع Keep My Life. راح أخلي لكم الموقع، رابط الموقع بالوصف. بعد ما تدخل للموقع طبعا تحتاج تسوي حساب بهذا الموقع، تسوي حساب وتسجل دخول. بعدها تروح على set تيك توك يوزر نيم. هنا لازم تخلي اليوزر نيم الخاص بحسابك على تيك توك، اسم المستخدم مو اسم حسابك، اسم المستخدم. طيب، بعد ما كتبت الاسم هنا وتخلي I am not robot وبعدها set user name. انا ما اقدر اخلي مرة ثانية لان already يعني مخلي. طيب، بعد ما كملنا هذه الخطوتين نروح نحمل بروكس لاين. تجي تدخل على بروكس لاين هنا، بعدها داونلود. انا طبعا محمل بروكس لاين فما راح احمله. طيب، كملنا هذه الثلاث اشياء. نجي بعدها، خلينا نجي نفتح بروكس لاين، نعطي اللو هنا. طيب، بعد ما فتحنا بروكس لاين هنا راح نجي نرجع للموقع، نروح على اوث انفو. بعدها نحتاج راح نحتاج شغلتين هنا، يوزر اي دي والتوكن. قبل ما نكتب اليوزر اي دي والتوكن راح نيجي نكتب بالبروكس لاين هنا يوزر نيم. بعدها نخلي فراغ، بعدها نكتب اسم المستخدم. تكتب اسم المستخدم الخاص بحسابك على تيك توك. يعني مثلا اسم المستخدم عندي هاكرية، فراح اكتب هاكرية. بعدها تضغط انتر. هنا يوزر نيم set to هاكرية. طيب، هسه نحتاج نكتب يوزر اي دي، فراح نكتب يوزر اي دي، نترك فراغ. بعدها نرجع على الكيب ماي لايف، نجي ناخذ اليوزر اي دي هذا. فمجرد ما تضغط على هذه راح يصير عندك كوبي، او تقدر تاخذه تحدده كليك يمين كوبي. ترجع للبرنامج، تضغط هنا كليك يمين حتى تكون بيست. كليك يمين بيست، بعدها انتر. نحتاج الخطوة الثانية اللي نسويها، نكتب توكن. فنكتب توكن فراغ. نجي ناخذ التوكن هنا، نحدد التوكن، تاخذه كوبي، بعدها بيست كليك يمين يعني بيست، انتر. توكن سيت تو يعني تسيف التوكن عندنا. بعدها نحتاج نرجع للكيب ماي لايف، نروح على جيمز. هنا عندنا هذه الالعاب، طبعا كل تثبيت هذه الالعاب كلها بنفس الطريقة. فاحنا نحتاج هذه اللعبة اللي اسمها كانتري باتل. نجي ندخل عليها، راح نلقى عندنا هنا خيارات. طبعا هذا تخليها اب. بعدها هنا عندنا الجول سيتنج. هنا هذا الوقت تقدر تزيد الوقت. مثلا احنا هنا مخلينا 300 ثانية، تقدر تزيد او تنقص. اللايكات هنا، اللايك ايش قد ينطيك نقطة. يعني اللايك الواحد يزيد نقطة، او تقدر تخليه صفر. اذا خليته صفر راح تنلغي اللايكات، ما يقدر الشخص يصوت باللايكات. او تقدر تخليه واحد اكثر او اقل. هنا الشير ينطيك 5 نقاط، يضيف للشخص بالبث بالتصويت. إذا يشير 5 نقاط. أيضا تقدر تزيد أو تنقص. هنا الفولو يعني متابعات، نفس الموضوع. وهنا الكومنت يعني التعليقات، هم نفس الموضوع بالضبط. هنا عندنا الجفتات. هذا الجفت 1 تجي تاخذ الاي دي مالته وهذا الفاليو. يعني مثلا لو فرضنا خلينا لو نجي ندخل على الجفت ليست هنا، بعدها personal. هنا يعني مثلا على سبيل المثال هذا الوردة هذه، لو اجينا خلينا الوردة كوبي، بعدها اجينا خلينا الاي دي مالتها اللي هو هذا 5655. اللي يرسل وردة راح يصوت ب10 نقاط. تقدر تغير انت الوردة، تخلي اي شيء بمكان الوردة، مثلا عطر، دونات، اي شيء. وهنا تقدر تعلي او تنقص بالفاليو، يعني النقاط التصويت. هنا الجفت اي دي الثاني والثالث والرابع. عندك 4 جفتات تقدر تحددها.
وردة، زجاجة عطر، أي شيء أنت تقدر تخليه مثل ما أنت تريد. طيب لنفرض أنه كملنا شغلنا بالكامل، بعدها نجي I am not robot، بعدها generate URL. بعد ما سوينا generate راح يعطينا هذا ال URL، مجرد ما تفتحه راح يصير عندك copy. نجي نروح على لايف ستوديو، خليني افتح مشهد جديد، مشهد فارغ، اضافة. بعدها نجي اضافة مصدر، الرابط، اضافة. نجي نلصق الرابط اللي اخذناه اللي سوينا له generate. هنا دقة مخصصة، تجي تكتب هنا 1700، 2400 او 2044. خلينا نجرب اضافة. نجي نكبرها شوي، نجي نعدل 2400. طيب 2160 تخليها تطبيق. طيب هنا كملنا كل اعدادات اللعبة وضفنا السكرين مالتها. هنا باقي عندنا شغلة واحدة بس، اللي هي نشغل اللعبة. المفروض انك بعد ما تشغل اللعبة، قبل ما تشغل اللعبة تطلع بث، تطلع لايف. انا ما اقدر اطلع لايف طبعا، فراح تسوي بدء لايف، تطلع بث. بعد ما تطلع بث تجي تكتب هنا ستارت. مجرد ما كتبت ستارت انتر، هنا connecting to server connecting with username هكرية. تنتظره شوي. هنا طبعا connection failed يعني فشل لان ما فاتح بث، ولكن تنتظره شوي راح يبدأ السيرفر يشتغل عندك، تشتغل عندك اللعبة. ولكن هذه كتست، انت لازم تطلع بث، بعدها تضغط هنا ستارت. ننتظره شوي بين ما يفتح. نجي نكتب مرة ثانية ستارت انتر، ننتظره شوي. طيب فتحت. مثل ما قلت لك المفروض انك تطلع بث بعدها تسوي ستارت. انا لين ما طالع بث فما فتحت عندي. طيب صارت عندنا بهذا الشكل اللعبة. مرات تكون عندك بالطول ومرات راح تصير عندك بالعرض، يعني ما راح تكون السكرين كاملة، فراح ترجع تجي تعدل على هذا مرة ثانية. بعدها تطبيق، خلينا نجي نسوي مثلا 2300. المفروض تكون سكرين كاملة. نجي نعدل مرة ثانية 2100. طيب فتحت عندنا الموضوع. خليتها 2100 فتحت. مرات ما تفتح السكرين بالكامل. طيب الموضوع اللي أريد أنبهك عليه قبل ما ننهي الشرح هذا، هذه الصورة مال هدايا إذا شايفها، هذه الصورة مال هدايا عليها تحذير. لما تخليها يجيك تحذير، فالمطلوب من عندك أنك تيجي تسوي لها كراب، تضغط Alt بالماوس وتسحبه للأعلى بهذا الشكل، راح تختفي عندك. أو تقدر تسوي له كراب من هذا الخيار اللي هنا، وبعدها تسحبه للأعلى بهذا الشكل، تخفيها. طيب تخفيها وتروح انت تصمم لك صورة جديدة بالهدايا اللي انت تختارها وتكون مناسبة لك. تصمم هذه الصورة بعدها تخليها هنا جوا، لأن هذه الصورة يجيك تحذير إذا خليتها. لهنا نكون وصلنا لنهاية شرحنا لهذا اليوم. أتمنى تكونون استفدتم من الشرح، وإذا استفدتم من الشرح تشتركون بالقناة، تفعلون زر الجرس، تخلون لايك وتشيرون الفيديو لأصدقائكم. نلتقيكم بفيديو جديد. مع السلامة.